اكو فد واحد كويتي قال انه خور عبد الله رجع للكويت، صدق هذا الحكي؟ والله يا صديقي انا اعرف واحد سوداني والمفروض هذا السؤال يتوجه له. فعزيزي بابا محمد، باسمي واسم مئات الالاف من المتابعين اطالبك ان توضح لنا حقيقة اتفاقية خور عبد الله. اطلع وسوي مؤتمر وقول لشعبك ليش حضرتك مصر كلش على تمرير هالاتفاقية. وضح لشعبك هذا، هل العراق صارت دولة حبيسة لو شنو الموضوع؟ قول لهم هاي الصورة فوتوشوب او ذكاء اصطناعي. قول لشعبك ليش اقمت دعوة بالمحكمة الاتحادية وليش سويت كتلة برلمانية حتى تمرر الاتفاقية. وضح ليش محسن المندلاوي يريد يسوي جلسة تصويت سرية. شعبك يا بابا محمد ترى جاي يتظاهر ويهدد باسقاطك. يا عمي اطلع وقول لهم انتم فاهمين غلط واللي جاي يتظاهرون ترى على الخالي بلاش. قول لهم كل اللي جاي يقول جمال الحلبوسي وعامر عبد الجبار خرط بخرط. احكي وطمن شعبك ترى الدنيا احترقت. قول لهم الخور ما مبيوع وميناء الفاو بعد بحيله وطريق التنمية حيتم انشاء بحيل الله. اما في حال انه هالكويتي كان صادق والخور حيروح وانت مجبور لاي سبب من الاسباب فصارحنا بالحقيقة. صارح شعبك ترى الولاية الثانية تجي بصوت الناخب العراقي لك مو برضا الكويتي عنك. اما بالنسبة لك يا عزيزي المتابع اللي قاعد تسمعني هسه وانت ضايج وهامك الخور ومقطع روحك على الوطن، فقدامك شغلتين تسويهن وانت بفراشك. الاولى انك تتفاعل ويا الفيديو وتنزل ستوري وتسوي منشن لرئيس الوزراء وتطالب بحقك بمعرفة الحقيقة كمواطن عراقي. ثاني شغلة انك تروح للمشهور اللي حضرت جنابك تتابعه وتقول له يا بعوف الاعلانات شوية، ترى اكو مهجوم اسمه العراق واكو قضية اسمها خور عبد الله. روح زعجه ولا تعوفه لحد ما يحكي ويطالب الحكومة ان تكشف الحقيقة.